كل سنة وأنت طيب عزيزي مريض السكر. النهاردة حبيت أقول لك كل سنة وأنت طيب. النهاردة أول يوم رمضان، وقلنا نعمل حلقة كده ظريفة عشان الناس أصدقاء مرضى السكر، فانتبهوا للحلقة دي كويس عشان هتفيدكم كتير. أول حاجة، مريض السكر لازم تعرف مرضك الأول. مرضك ده نتيجة تكون إن أنت كنت بتاخد كنت عايش على نمط غذائي ضار، أو إن أنت كان عندك مشاكل أساسا في هرموناتك، أو دي عمل وراثي. بس بيرجع في الاول في الاخر لحياتك او لاسلوب حياتك. اول حاجه ما لازم تعرفه ان سكرنا ده بيجي من ايه؟ بنتيجه كرشنا. لما انت بيكون عندك كرش او تكون الدهون الحشويه اللي هي بتكون عباره عن سكر زياده بدا يخش جسمك، فجسمك بيحاول بيفرز انسولين اكتر، ما بيعرفش الخلايا تخزنه، فبيحصل ان بيحصل لك كرش نتيجه ان تحول السكر لدهون. فلازم تعرف اول حاجه ان انت لازم تخلص من كرشك الاول. ففرصه حلوه قوي في رمضان، وان ربنا تقبل منا الصيام ان شاء الله، ان ده فرصه هايله جدا ان انت تنزل وزنك. تاني حاجه، حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، لازم تاخر سحورك على قد ما تقدر. يعني لو حاولت ان انت قبل اذان الفجر تلت ساعه او نص ساعه تتسحر، تبعد عن النشويات البسيطه، خد كربوهيدرات معقده زي الخبز الاسمر، زي اي حاجات اللي هي مليانه بالحبايه الكامله، زي الشوفان زي كده كله. كمان البقوليات وزي الحمص والفول هتفيدك لان مليانه فايبرز ومليانه الياف، ودي هتدفع، وكمان البروتين هيساعدك. جبنه القريش والجبنه قليله الدسم كويسه لان مليانه بروتين وفي نفس الوقت قليله في دسمها، فهتقلل معاك حته ان انت الجوع. لما تيجي تفطر ان شاء الله، حاول ان انت تقسم وجباتك كذا وجبه ورا بعض، ما تدبش كله في الفطار مره واحده. كل 3 تمرات مع كوبايه ميه وروح صلي. بعد كده ارجع كل سلطه ومثلا واي حاجه تانية، وبعدها بساعه مثلا او ساعتين ابتدي كل الاكله بتاعتك العاديه، بس هنقللها شويه. لازم تشرب ميه كتير. تالت حاجه يا جماعه، وده الاهم، لازم تاكلوا مغنيسيوم او تتناولوا المغنيسيوم. المغنيسيوم بيكون موجود في التمر، وبيكون موجود في الموز. ولو قدرت او ما عندكش او ما قدرتش تحصله من الحاجتين دول، ممكن تاخده على هيئه تحقيقات طبيه بس بعد استشاره الطبيب بتاعك. اتمنى ان شاء الله يكون الحلقه النهارده عجبتكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.